صنع بيت للعصافير بإيدك مش صعب قوي، بس برضو دي شغلانة محتاجة تخصص ليها وقت وتدور على الخامات وتستخدم الأدوات اللي محتاجها. بيت العصافير شكله بسيط في الأول، بس عشان تعمل بيت صح للعصافير لازم تلتزم بشوية معايير مهمة. بس في الحالة دي فعلا هنفيد إخواتنا اللي عندهم جناحات. الأخطاء اللي ممكن تحصل ممكن تضرهم جامد، وكمان ممكن تضر صغار العصافير. العصافير بتفيد الجنينة والمزرعة جدا لأنها بتاكل الحشرات الضارة، عشان كده جذبهم مهمة جدا. بيت عصافير واحد قليل، لازم يكون في 5 على الأقل. أنا فكرت في طريقة أعمل بيها 5 بيوت عصافير مرة واحدة، وهضيع وقت زيادة بسيط جدا عن الوقت اللي محتاجه لعمل بيت عصافير واحد. بيت العصافير متعدد الأدوار بيوفر وقتنا ومجهودنا. قناة أغاني ياشا كوسياك دايما ورا الابتكار في كل حاجة. يتهيأ لك إن في زماننا ده صعب تلاقي حاجة جديدة تبتكرها، بس لا، لسه في حاجات ممكن نبتكرها. عشان كده خلينا نمشي واحدة واحدة. أهلا بكم جميعا. أنا بسمي العارضة اللي متكونة من 4 ألواح متربطة مع بعض عارضة مزيفة. لما نقطع العارضة المزيفة لقطع جاهزة بنقدر نسرع بشكل ملحوظ وقت تصنيع بيوت العصافير، لأننا بنوفر وقت في ضبط وتجهيز أجزاء الجسم. الطريقة دي في التصنيع أنا اتكلمت عنها في الفيديو اللي فات عن أحواض الزراعة العالية والدافية واللي بتدي محصول كبير. بعد ما قطعت قطعتين لبيتين عصافير من العارضة اللي طولها 2 متر، فضل حوالي 1.40 متر. لازم أسيب جزء احتياطي للسطح، فخلينا نقول إن فيه 130 سنتي. مفيدين 130 على 5، يعني كل شقة هتاخد 26 سنتي. ليه سكان المدن عايشين في عمارات عالية؟ عشان السكن ده أرخص بكتير من السكن الفردي. قررت أطبق نفس الفكرة على الطيور كمان. ببدأ أعمل تحديد لأماكن الفواصل بين الأدوار، وبحط المداخل والفتحات على ارتفاع 19.5 سنتيمتر من القاع علشان أسهل الشغل. بعد كده قررت أفك مؤقتا اللوح اللي اخترته كواجهة لبيت العصافير. في مشكلة بسيطة إن الألواح أسمك من اللي ممكن دقائق الدائرية تحفره، بس لقيت حل. تابعوا معايا. لو ما كنتش فكيت اللوح ما كنتش هعرف أعمل كده. سقف شقة هو نفسه أرضية الشقة التانية في نفس الوقت. توفير واضح. كل حاجة زي ما في الصيدلية. بسيب مسافة 3 سنتي من فتحة الدخول وبحفر فتحة للعصيان. الخشبة دي معمولة من لوح مشغول مقاسه 140 في 27 ميلي، اشتريتها من محل أدوات البناء. بعد ما ركبت الخشبة اشتغلت عليها من بره بالصاروخ وديسك ورق صنفرة ودورت الزوايا شوية كده، شكلها بقى طبيعي أكتر وشكلها جامد. نقلت علامات الفواصل على الأطراف. بقطع الفواصل من لوح اشتريته عرضه 115 ميلي. بيجوا على بعض من غير أي تعديل إضافي. اشتريت عمودا للوقوف عليه بقطر 15 ميلي، وأكبر دريل عندي 10 ميلي، وأصغر منشار عندي 22 ميلي. عشان كده اضطريت أستخدم طريقة التوسيع وبعدها أضبطها بمبرد دائري عشان الطيور تحس بالراحة في البيت الجديد. أنا كمان بنعمل فتحات بورق صنفرة. بعد فيديو صناعة بيوت الطيور ناس خبرة نصحوني في التعليقات ما أعملش عصيان قدام البيت عشان ممكن غراب يجي ويبوظوا، لكن أنا قررت إن الغربان هنا نادرة جدا والطيور مش بتخاف وبتبني أعشاشها في أي مكان. عموما بيت الطيور هو اسم عام للبيوت الصناعية اللي بتتعمل للطيور. مش بس الزرزور بيسكن فيها، كمان الأرقف، الطيور المتسلقة، والعصافير وأنواع طيور صغيرة تانية بتعيش في تجاويف الأشجار. الزرزور طائر كبير نسبيا، ولازم مساحة بيت الطيور ليه تكون أقل حاجة 20 سنتيمتر مربع.
البيوت دي محتاجة جوانب من ألواح عرضها 20 سنتيمتر، وده أصعب تلاقيه. شقق الطيور عندي أكبر شوية، ممكن تناسب السنون والعصافير. الوقت هيبين يا سيري الخجول، العصفور كمان عايز يعيش بأمان وراحة. قررت أثبت المجاسي من غير أي صمغ بسامير وبراجي عشان تكون متينة جدا. وبعد كده كله زي صناعة الأساس الخشبي. من كام سنة جمعت مطبخ لوحدي، والشغل ده فكرني بيه. بس هنا لو في خطأ التكلفة أقل، في ناس هيبقى بيتهم أكبر وناس أصغر. من وقت تجميع المطبخ كان عندي مسامير كونفرمات، وقررت استخدمهم هنا عشان أربط مسامير الأثاث. بستخدم رأس سداسي. لما تتدرب على بيت العصافير ده هتقدر كمان تجمع مطبخ لنفسك، كله فوائد. ثبت كل فاصل ب3 مسامير كونفرمات، واحدة في كل جانب من الجوانب ال3. أي حد مش عارف هيشوفها ويفتكرها رف عادي، لكن الواجهة بتوضح كل حاجة. مفيش شك ده فعلا بيت عصافير متعدد الأدوار. بحب أشتغل بالجلاخة اللي فيها قرص ورق صنفرة. المرة دي ركبت قرص بحبيبات أصغر. عرفت قريب إن في أقراصي زي دي. بابايا جاب لي واحد اشتراه من على الإنترنت، كلها 10 روبل بيلاروسي، أقل من 300 روبل روسي. بيشيل أكتر من قرص الريشة، بس بيعض في الحديد أقوى بكتير. هتقعد معانا قد إيه؟ عمرها الافتراضي. ممكن أعمل السقف على شكل جملون زي البيت، أو أعمله مائل زي الحمام. أنا هعمله جملون زي البيت. في بيت العصافير اللي فيه أكتر من دور، في سقف واحد لكل ال5 أدوار. في 5 بيوت عصافير منفصلة هيكون عندنا 20 قطعة لجوانب الحيطان. في بتاعنا فيه 4 قطع بس. يبدو إن في حد فعلا عايز يسكن هنا. علشان يكون الميلين متساويين لازم واحدة من القطع تكون أضيق من التانية بسمك اللوح. النوع ده من بيوت العصافير بيخلي الطيور تحس إنه طبيعي عشان شبه جذع الشجرة أكتر. الإخوة الصينيين ما كانوش دايما أذكياء زي دلوقتي، بقوا أذكى بكتير في العقود الأخيرة. يكفي نفتكر إزاي في الخمسينات من القرن ال20 قضوا على العصافير الغلابة، وبعدها حصل عندهم مجاعة رهيبة. ولما ما بقاش في حد يحارب الديدان والآفات سابوا شوية حبوب للعصافير وطلعوا بنتيجة كارثية. حتى في الاتحاد السوفيتي كانوا بيشتروا العصافير، وإحنا البيلاروس بنحترمهم. شوف العمارات اللي بنبنيها لهم. إيه رأيك يا إيلون ماسك؟ أفضل مكان لبيت العصافير يكون مدخله ناحية الشرق، كده أشعة شمس الشروق هتسخن بيوت العصافير أسرع. عندنا الحيطة الشرقية للمبنى بتاع الحمام والمرافق هتكون مناسبة جدا لكده. الجنينة هتخضر قريب وهتغطي البيت من أشعة الشمس المباشرة. كل حاجة لبيوت العصافير ممكن تشتريها من محل أدوات البناء. عندنا في بيلاروسيا شكله كده بيعملوا اختبار قوة للمعلمين لما يحطوا تشكيلة زي دي في هايبر ماركت البناء، وكمان على باب الدخول. لبعض الناس زيارة المحل هنا ممكن تنتهي عند النقطة دي، وكمان ممكن يلغوا العشة دي. هو ده موجود في كل مكان دلوقتي ولا بس عندنا؟ كنت هنسى حاجة مهمة. بما إني استخدمت الألواح، الفراخ الصغيرة ممكن تواجه صعوبة وهي بتخرج من العش، عشان كده محتاجين تعديل مهم. وفي نفس الوقت بتأكد إن فتح العش لو احتجت أنظفه أو أعمل صيانة بيتم من غير مشاكل. بعمل شقوق صغيرة في جدران العشوش
ومتأكد تقريبا إن البيوت الجديدة مش هتكون فاضية. في حوشنا الطيور بتبني أعشاش في كل مكان، فوق السطح، تحت الدندولين، في شجر التويا، وحتى على الحديد وأعمدة السور. الرياح الشديدة بتوقع الزغاليل وتهدي الأعشاش، يعني الدنيا فوضى. عشان كده السكن الجديد للإيجار أكيد هيكون مفيد. جه الوقت ننظم الدنيا عن ديكور. محدش بيسألهم إذا كانوا مرتاحين في العيشة ولا لا. يبدو إن كل حاجة تمام. العصيدة مش هتبوظ لو زودت سمنة، جربوا يتعطلوا. ممكن نعمل بيوت عصافير جديدة طول السنة تقريبا. مثلا العصافير ممكن يخلفوا 2 أو 3 في الموسم الواحد. في الشتاء الطيور ممكن تبات في بيوت العصافير، لكن الوقت الكلاسيكي لصناعتها هو نهاية مارس وبداية إبريل. الكروكوس ظهر دلوقتي، وده أنسب وقت نعمل بيوت العصافير. من وجهة نظري المكان ده مثالي، وعشان أضمن ركبت 4 خطاطيف مع بعض. قررت أعلق البيت بسلك وربطته في الجزء الأمامي من بيت العصافير، كده المفروض ما يهزش. ممكن مش كل الطيور تحب تطلع للأدوار دي، زي بعض الناس برضو اللي مش بتحب تسكن في عمارات عالية، وناس تانية أهم حاجة عندهم الكنبة، وأين كانت موجودة في الدور 20 أو بيت لوحده مش فارق معاهم. السلالك طلع قصير شوية، فعدلت عليه، زودت حتة خشب من فوق خالص، وبكده بيت العصافير هيبقى ثابت أكتر دلوقتي. اعملوا لايك كبير